بسم الله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله. هشرح معاك دلوقتي زمن المستقبل التام. بص، زمن المستقبل التام هو معاك في أولى ثانوي وفي تانية ثانوي وفي تالتة ثانوي. مهم جدا إن هو شكل من أشكال المستقبل، مهم جدا لازم تفهمه، وإن شاء الله هتشوف الفيديو ده هتعرف تحل أي شكل على أشكال المستقبل التام. هو زمن المستقبل التام، كلمة مستقبل دي يعني كلمة ويل. مستقبل يعني كلمة ويل دي معناها سوف. التام خدنا التصريف التام ده يعني تصريف تالت بس بارتيسيبل، وانا بقول لك كلمة مستقبل تام يعني ويل تصريف تالت. طب ويل ده من الافعال الناقصة، يعني في كل الاشكال جالك مستقبل، جالك معلوم، جالك مجهول، جالك تام، جالك مستمر، جالك بسيط، بيجي بعدين المصدر، فبحط كلمة اسمها هنا هاف. فزمن المستقبل التام بيكون من ويل زائد هاف زائد تصريف تالت. هو اصلا تكون الجمله بتتكون من سبجكت اللي هو الفاعل، بعد كده الفعل، بعد كده المفعول. ده تكوين الجمله بتاعك عادي خالص. عايزين مثال على كده، يعني مثلا لما اقول لك عبده will have finished homework، جملة عادية خالص في زمن المستقبل التام. ادي الفاعل، ادي الفعل، ادي المفعول، والجملة دي في زمن ايه؟ مستقبل التام. ويل زائد هاف زائد تصريف تالت للفعل، وهنا الفعل اخره دي عشان فعل تصريف تالت للفعل باست بارتيسيبل. تمام. انا الجملة دي معلوم ولا مجهول؟ معلوم. انا عندي الجملة لو بتبتدي بفاعل يعني هو اللي هيعمل الحاجة، فدي كده جملة معلوم اكتف. انا عايز احول الكلام من معلوم لمجهول. احوله ازاي؟ أنا عندي شرط اساسي في تكوين اي جمله كانت مجهول، ببتدي في المفعول في اول الجمله الاوبجكت. تمام. ودايما بيجي الفعل تصريف تالت باست بارتيسيبل، وبيجي هنا باي الفاعل او ضمير مفعول. يبقى انا كده ده ركن اساسي كده عندي كده، وبيجي قبل الباست بارتيسيبل الفيرب تو بي. ده شرط اساسي كده تكوين مبني مجهول لاي جرامر. طب انا عايز اميز بقى، عايز اجيب المبني المجهول لزمن المستقبل التام. هجيبه ازاي؟ انا قلت زمن المستقبل التام بيكون من ويل زائد هاف، هجيب التصريف تالت للفعل به هيبقى بين. يبقى انا معايا الجمله ديت لما اقول لك عبده ويل هاف فينيشد هوم ورك، انا عايز احول الجمله دي من معلوم لمجهول. هو اللي هيتعمل الواجب هو المفعول هوم ورك، فانا عايز احول الكلام هنا من معلوم لمجهول. همشي بالخطوه دي، جبت الاوبجكت المفعول في اول الجمله، هنزل ويل هاف بين، ويل هاف بين. وكده كده هو اصلا كان في المعلوم تصريف تالت، كده كده هيكون في المجهول تصريف تالت، ففينيش تنزل زي ما هي. باي الفاعل، باي عبده. يبقى انا ببص على اول الجمله، لقيت في اول الجمله مفعول يبقى ويل هاف بين، لقيت ان اول الجمله فاعل يبقى ويل هاف، ولكن كده انا عارف ان هيجي في الاخر تصريف تالت. يبقى انا لازم افرق بين اول الجمله الفاعل اللي هو هيعمل الحاجه، المفعول للحاجه اللي هتحصل عليه. يبقى لازم افرق بين كانت اول الجمله كانت مفعول ولا فاعل، كانت الجمله معلوم ولا مجهول، وخدت شكل الجمله والهاف زي تصريف تالت تجي زمن المستقبل التام وهو ايه؟ معلوم. ده كده مستقبل التام هو ايه؟ مجهول. هنا اوله سبجكت، هنا اوله ايه؟ اوبجكت. كلام جميل، كلام جميل. نفس المثال لما اقول لك عبده will have finished homework، نفس المثال خالص جدا. قلنا زي ما ايه؟ مستقبل التام. اخواتي الازهريه عندهم اول سؤال اسمه الدايلوج يعني محادثه، فانت لازم تحاول، لازم تعرف تكون سؤال على الجمله دي. عندك سؤال فعل مساعد وسؤال بأداة استفهام، وعندك سؤال مزايد للتاج كوتشن. انا لو هعمل سؤال بفعل مساعد هجيب الفعل المساعد هنا اللي هو هنا will، بعد كده هجيب عبده اللي هو الفاعل، بعد كده هاف تصريف تالت لفعل واكمل الجمله خالص زي ما هي. وده سؤال فعل مساعد انا جبته بيس او نو، يس هي ويل او نو شي، يس هي ويل او نو هي وونت. طب هتعمل سؤال بقى بأداة استفهام، ولازم تعرف تكوين السؤال. هتجيب أداة الاستفهام الأول على حسب الإجابة. هنا الإجابة أسأل بكلمة هوم ورك، هوم ورك ده واجب ورعاق، فأسأل بأداة الاستفهام وات. بعد الاستفهام بجيب الفعل المساعد، الفعل المساعد اللي هو هنا ايه؟ ويل. بعد كده بجيب ايه؟ الفاعل عبده هاف فينيشد. هنزل هوم ورك في السؤال؟ لا، ما هي دي الاجابه. يعني بجيب اداه الاستفهام، بعد كده بجيب فعل مساعد، بعد كده بجيب الفاعل،
بعد كده بجيب الفعل ده كده على بعضه كده فعل زمن المستقبل التام مع زائد باقي الجملة مع حذف الإجابة. لازم أعرف عشان أكون سؤال في جملة، لازم أعرف تكوين السؤال عندي. فأنا كده خدت زمن المستقبل التام في التكوين بتاعه معلوم ومجهول، وخدت السؤال بتاعه. طب أنا بقى لو عايز أنفي المستقبل التام، كلنا عارفين إن كلمة will النفي بتاعها will not اللي هي بتساوي won't. كلام جميل جدا لحد دلوقتي، بس في طرق تانية للنفي لازم تكون أنت عارفها، زي كلمة rarely، زي كلمة seldom، زي كلمة scarcely، زي كلمة hardly، زي كلمة never ممكن يكون نفي معنى، زي كلمة refuse. عندك كلام كتير جدا ممكن تنفي بياخد الجملة قدامك وهي منفية وانت مش واخد بالك. ممكن مثلا كلمة little، ممكن كلمة few، ده كلام ممكن يفيد معنى النفي في زمن الجملة وانت مش واخد بالك. يعني الكلام ده كله بيساوي كلمة not، الكلام ده كله بيجي في النفي. يعني مثلا بقول لك عبده will have finished homework، كلنا هنقول عبده won't have finished homework وكمل الجملة زي ما هي. ده في النفي بتاعها. عمل عبده يكون عامل واجب، عبده ما يكونش عمل الواجب. ممكن اقول لك won't have finished ديت، وممكن اقول لك will never، ممكن اقول لك will rarely will scarcely، واي طرق من طرق النفي. طب انا اصلا امتى اجيب الجمله ديت؟ انا عندي اشكال المستقبل 6 اشكال المستقبل. امتى بقى اجيب زمن المستقبل التام؟ بص يا عم صل على رسول الله. لو لو لقيت كلمه باي او بيفور زائد مده زمنيه في المستقبل، يبقى مستقبل تام على طول. اشهر كلمتين باي وباي باي وبيفور ذات مده زمنيه في المستقبل، مستقبل التام. والمستقبل التام ده يعني كان بيحصل في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل. تام يعني يكون حدث تم وانتهى في المستقبل. يعني مثلا دلوقتي في ثالثه ثانوي اقول لك مثلا باي نيكست جون you will have finished ثانوية عامة. انت هتكون خلصت الثانوية العامة، يعني في خلال شهر 6 الجاي، مجرد ما شهر 6 يتم يكون انت خلصت الثانوية العامة. جاي كلمة باي، جاي نيكست جون مدة زمنية في المستقبل، جاي بعدها ويل زائد هاف زائد تصريف تالت. واحدة واحدة ونفهم نفرق الجملة مع بعض. انا كده معنى الجملة ان الحدث هيكون تم وانتهى في المستقبل. انا عايز افهم انجليزي، مش شرط عندي بقى جرامر وامتحانات والكلام ده، انا عايز افهم لغة. يعني مثلا بقول لك كده next month I will visit my aunt. الشهر الجاي انا هزور عمتي. ده كلام زمن المستقبل البسيط. لما اقول لك كده by next month I will have visited my aunt، ألا وهي لما أقول لك عبده will have written the article by next Monday. عبده هيكون كتب المقال قبل يوم الاثنين الجاي، يعني لما يوم الاثنين الجاي يتم هيكون الحدث تم في المستقبل. عبده will have written the article by next Monday. هي نفس الجملة دي لما اقول لك عبده expects to have written the article، وكمل نفس الجملة خالص. هنا ديت بتساوي دي. عبده will have written the article by next Monday. عبده expects to have written، عبده متوقع انه يكون كتب المقال قبل يوم الاثنين الجاي. وهنا عبده مفرد جاب معاه الفعل اخره اس.
عبده expects to have written the article by next Monday. هنا بقى طب انت لو عايز تحول الكلام ده هنا لمجهول هتقول article will have been built أو have been written صح؟ وتكمل الجملة زي بعبده. هي نفس الجملة لو عايز تجيب دي برضك لمجهول هتقول article is expected to have been written. ازاي بقى الكلام ده؟ يعني انت لما عايز تجيب المستقبل التام قلت expect to have زي تصريف تالت، ده كده في المستقبل تام لو هو ايه معلوم. طب لو انت جبت هنا مجهول قلت ارتكل تدي المفعول في اول الجمله الاوبجكت وبعد كده از صح، يبقى هنا الفيرب تو بي. فيرب تو بي اللي هو يعني قام يا از يا حلو. جيب بعد كده قلت اكسبكتد، بعد كده قلت تو، بعد كده قلت هاف، يعني هنا قلت اكسبكتد تو هاف صح تصريف تالت. جبت الفيرب تو بي وجيت خليتها تصريف زي ما هي بين تصريف تالت. ما هو انت هتلاقي خدت بالك في زمن المبني المجهول زمن المستقبل التام حطيت will have been، يعني انت قلت have يعني expected to دي بتساوي هتلاقي هنا will have زي تصريف تالت، هتلاقي هنا expected to have زي تصريف تالت راحت فين؟ expected to have تصريف تالت. هنا لما جالي الكلمة من المجهول قلت will have been تصريف تالت قلت is expected to have been تصريف تالت. يعني expected دي بتساوي ايه؟ كلمة will، بس ده مع الكلام التام. جبت الفيرب to be يبقى ده expected to have been زي التصريف تالت، بس ده لو الكلام ايه؟ مجهول. ملحوظة صغيرة هقولها، معاك أي أداة ربط بيجيلك هنا زي after أو as soon as أو before أو by the time أو the moment أو when. أي أداة ربط على العموم ممكن تجيلك when، ممكن تجيلك ans. أي أداة ربط تجيلك بيكون الناحية هنا مضارع بيكون هنا مستقبل. بص يا عم، مضارع يعني إما بسيط يا إما تام يا إما مستمر. متستغربش، ممكن يبقى مضارع مستمر عادي، ممكن يبقى مضارع تام عادي، ممكن يبقى مضارع بسيط عادي. لو هنا مستقبل ممكن يبقى برضه يبقى مستقبل بسيط، ممكن يبقى تام، ممكن يبقى مستقبل مستمر. هنا اي اداه ربط تجيلك هنا مضارع يبقى الناحيه التانيه مستقبل، ومش هيجيب لك شكلين، مش هيجيب لك شكلين مستقبل مع بعض، يعني مش هيجي لك في الاختيارات يقول لك مستقبل بسيط ومستقبل تام مع بعض، لا هيجي لك واحد منهم. فانت عارف هنا مضارع يبقى هنا مستقبل. يعني مثلا يقول لك ايه؟ when you leave the office لما انت تسيب المكتب I will have sent the email. ايه اللي حصل هنا بقى؟ جه هنا أداة ربط، جه هنا مضارع بسيط، جه الناحية التانية مستقبل تام. أي أداة ربط تجيلك هنا مضارع الناحية التانية مستقبل. أقول لك مثلا كده باي ذا تايم أداة ربط تجيلك، أنت طبعا إحنا عارفين إن كلمة باي ذا تايم بيجي ماضي بسيط الناحية التانية ماضي تام، إنما لو جالك هنا مضارع يقول لك باي ذا تايم I go home، جه هنا إيه؟ مضارع من الناحية التانية مستقبل. أقول لك كده I will have مثلا وليكن visited my friends، كنت زرت أصحابي my friends. الإنجليزي مش محتاج حفظ بالذات في الجمل، محتاج تكون فاهم القاعدة. يعني كلمة باي ذا تايم ديت من كلمات دي على زمن الماضي التام لو حدث أول وحدث تاني، ماضي بسيط ماضي تام. هنا جاي لك هنا مضارع يبقى الناحية التانية مستقبل تام، إنما لو كان جاي لك هنا ماضي بسيط يبقى هنا ماضي تام. فأنت لازم تكون فاهم الجملة ده بيجي إيه وده بيجي إيه. الإنجليزي عبارة عن سلسلة مترابطة.
لازم تكون انت فاهم الكلام ده كله كويس. ناخد حاجه نختم الباب دي دلوقتي. ده الواجب. لما اقول لك كده انا عايز اشوف الواجب ده في التعليقات، وهرد على كل واحد فيكم، وهرد على كل اجابه صح ولا غلط واشرحها له. اقول لك كده باي نيكست مانث اي ويل نوت finished ولا finishes ولا finishing ولا have finished. سهله وبسيطه جدا. باي نيكست مانث مستقبل تام، شوف انا واحد من دول المستقبل التام. واصلا كلمه ويل دي من الافعال الناقصه، يعني لازم يجي بعدها مصدر. قلت انا في اول الجمله ان لازم يجي بعدها مصدر، كانت معلوم، كانت مجهول، كانت تام، مستمر، بسيط، لازم يجي مصدر. الجملة التانية by tomorrow he will have no at home. by tomorrow he will have no at home. clean ولا cleans ولا cleaned ولا cleaning. شوف بقى أول have بيجي بعدها ايه؟ مصدر، تصريف أول، تصريف تالت، verb energy. you will have done the project in next year. هل دلوقتي كاتب لك 3 جمل، ركز معايا بقى عشان الجمل دول فيهم حاجات غلط، صوب واكتب لي الجمل دي في التعليقات. you will have done the project in next year، الجمله دي فيها غلطه، طلع الغلط في الكلمه والتصحيح بتاعها. you will have built the hospital، الجمله دي فيها غلطه، طلع الغلط بتاعها وصححها. يعني مثلا build غلط ولا صح؟ طب الصح بتاعها ايه؟ she will decorate the flat by next summer. مثلا الجملة دي الستراكشر بتاعها صح مع كلمة الدالة. شوف بقى إن كانت الجملة دي صح ولا غلط. الجملة فيها غلطة، طلعوا وصححوا في التعليقات. تمام؟ طب أنا أي حد عنده أي مشكلة ولا استفسار يكتب لي في التعليقات وهرد عليه. كان معاكم المستر يوسف الشافعي. دمتم بالتوفيق. وده رقم التليفون بتاعي، لو حد عنده اي استفسار ولا اي حاجه يبعت لي ارد عليه.